تخيل معايا المشهد ده. حوت عملاق، كائن ضخم بحجم ما تتخيلوش، بيطلع من أعماق المحيط وبيستقر فجأة على البر. المشهد لوحده ممكن يخطف الأنفاس، بس الحقيقة إنه مأساوي أكتر من إنه مشهد مهيب. عارف ليه؟ عشان الحوت ده رغم حجمه الهائل وقوته اللي بتخليه سيد البحار، مستحيل يعيش بعيد عن المية. ممكن تسأل نفسك، هو إيه اللي هيحصل لو جسمه خرج بره المية؟ وليه المية هي مصدر حياته الوحيد؟ الحيتان كائنات ربنا خلقها علشان تعيش في المحيطات. كل جزء في جسمها متكيف مع أعماق البحر، من طريقة التنفس لحد وزنها اللي المية بتساعدها إنها تشيله. في الفيديو ده مش بس هنوضح ليه الحيتان بتموت لو خرجت من المية، لكن كمان هنتكلم عن تكوين جسمها وأسراره اللي بتخليها ملوك البحار بجد. أنا إسلام أبو أمنة، ودي قناتي على اليوتيوب. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. الوزن الضخم للحيتان. أول حاجة لازم نفكر فيها هي الوزن الضخم للحيتان. الحيتان من أضخم الكائنات على وجه الأرض، وزنها ممكن يوصل ل 200 طن. لما الحوت يكون في المية بتساعده في إنها تشيل وزنه الضخم ده. المية بتعمل زي وسادة بتدعم جسمه وبتخليه يطفو بسهولة. لكن لما الحوت يطلع على البر، الوزن الضخم ده بيبدأ يضغط على أعضائه الداخلية. القلب والرئة بيتعرضوا لضغط كبير جدا، وده ممكن يسبب إصابات خطيرة أو حتى الموت. يعني الحوت مش قادر يتحمل وزنه على البر، عشان كده جسمه متكيف مع الطفو في المية. حاجة تانية مهمة جدا هي جلد الحيتان. جلد الحيتان متغطي بطبقة دهنية سميكة، والطبقة دي بتحميهم من البرودة وفقدان السوائل. لما الحوت يكون في المية الجلد ده بيبقى رطب ومش بيجف، لكن لما الحوت يطلع على البر الجلد بيبدأ ينشف بسرعة وبيفقد السوائل اللي هي مهمة جدا لصحته. ده بيسبب جفاف الجلد وبيأثر على وظائف الجسم. الحوت مش متكيف مع الجفاف علشان حياته كلها في المية. خلينا بقى نتكلم عن عملية التنفس عند الحيتان. طبعا كلنا عارفين ان الحيتان بتتنفس هوا، لكن عملية التنفس عندهم مختلفة عننا. الحيتان بتطلع على سطح المية علشان تتنفس، وبعد كده بترجع تغوص تاني. لما الحوت يطلع على البر مش هيكون قادر يتحكم في عملية التنفس بنفس الكفاءة. الحوت محتاج كمية أكسجين كبيرة علشان يدعم جسمه الضخم، وفي البر مش هيكون قادر يوصل للكمية دي، وده هيسبب له مشاكل في التنفس، وممكن يؤدي لاختناق الحوت لو ما قدرش يرجع للمية بسرعة. نقطة تانية هنتكلم عليها وهي تنظيم درجة الحرارة. الحيتان محتاجة تحافظ على درجة حرارة جسمها، والمية بتساعدهم في كده. لما الحوت يكون في المية درجة الحرارة بتكون مستقرة، وده بيحميهم من البرودة أو الحرارة الشديدة. لكن لما الحوت يطلع على البر بيكون معرض لدرجات حرارة مختلفة. لو الجو برد حرارة جسمه هتنخفض بسرعة، ولو الجو حر هيتعرض للجفاف. الحوت مش متكيف مع التغيرات دي عشان حياته كلها في المية. ايه هي أهمية الحيتان في النظام البيئي؟ الحيتان مش مجرد كائنات ضخمة، دي جزء مهم جدا من النظام البيئي. الحيتان بتساعد في توازن الحياة البحرية وبتلعب دور كبير في السلسلة الغذائية. للأسف الحيتان بتواجه خطر كبير بسبب التغيرات المناخية والتلوث. البلاستيك والتلوث في المحيطات بيأثر على حياة الحيتان وبيسبب موت كتير منهم. احنا كمان علينا دور في حماية الحيتان من خلال تقليل استخدام البلاستيك والمشاركة في حملات تنظيف الشواطئ. قصص حقيقية لحيتان طلعت على البر. في كتير من الحوادث اللي حصلت لحيتان طلعت على البر، وده بيوضح ليه الخروج من المياه خطر عليهم. على سبيل المثال في سنة 2017 مجموعة من الحيتان طلعت على شواطئ نيوزيلندا، وعدد كبير منهم ماتوا بسبب الضغط والجفاف. العلماء بيحاولوا يفهموا ليه الحيتان بتطلع على البر، وفي نظريات كتير بتقول إنها ممكن تكون ضايعة أو ممكن تكون متأثرة بالتلوث اللي في المحيطات. إزاي نحمي الحيتان؟ احنا كمان علينا دور في حماية الحيتان. اول حاجة نقدر نعملها هي تقليل استخدام البلاستيك، علشان البلاستيك بيسبب موت كتير من الكائنات البحرية بما فيها الحيتان. كمان المشاركة في حملات تنظيف الشواطئ بيقلل من التلوث في المحيطات، وده بيحمي الحيتان والكائنات البحرية التانية. اخيرا نشر الوعي عن اهمية الحيتان ودورها في النظام البيئي بيخلي الناس تهتم اكتر بحمايتها. التكيفات التشريحية للحيتان. الحيتان عندها تكيفات تشريحية مذهلة بتساعدها انها تعيش في المية. على سبيل المثال جسم الحيتان انسيابي وبيساعدها في السباحة بسرعة. كمان الحيتان عندها زعانف بديلة للأرجل، والزعانف دي بتساعدها في التوجيه والتحكم في الحركة. كمان الحيتان عندها طبقة دهنية سميكة تحت الجلد بتساعدها في العزل الحراري وبتحميها من البرودة الشديدة في أعماق المحيطات.
كل التكيفات دي بتساعد الحيتان إنها تعيش في المية، لكنها بتكون عديمة الفايدة لو الحوت طلع على البر. التغيرات المناخية وتأثيرها على الحيتان. التغيرات المناخية بتأثر بشكل كبير على حياة الحيتان. ارتفاع درجة حرارة المحيطات بيغير من توزيع الغذاء وبيخلي الحيتان تضطر تبحث عن أماكن جديدة عشان تعيش. كمان التغيرات دي بتأثر على دورة حياة الحيتان وبتسبب مشاكل في التكاثر. ده بيزيد من خطر انقراض بعض أنواع الحيتان. علشان كده حماية البيئة البحرية أصبحت ضرورة ملحة بالنسبة لنا كلنا. دور الحيتان في الثقافة الإنسانية. الحيتان ليها مكانة خاصة في الثقافة الإنسانية. في كتير من الحضارات الحيتان كانت رمز للقوة والحكمة. في الثقافة الشعبية الحيتان دايما بتكون مرتبطة بالغموض والأسرار. كمان الحيتان بتلعب دور مهم في السياحة البيئية. كتير من الناس بيسافروا علشان يشوفوا الحيتان في بيئتها الطبيعية، وده بيخلق فرص اقتصادية للمجتمعات الساحلية. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وعرفتوا أكتر عن حياة الحيتان وأسرارها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعة ونشوفكم في الفيديو الجاي.